السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض الفريدو بالفراخ والمشروم بطريقة مبسطة جدا. اول حاجة نحتاجها مع بعض صدر من الفراخ او يعني صدرين حسب ما تحبي بقى. هنقطعها تقطيع متوسط زي ما انت شايفاه كده، يعني حوالي انا استخدمت هنا صدر واحد، قطعته 4 شرايح زي ما انت شايفة كده. هنبدأ بقى في التتبيلة بتاعته. نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، وكمان ممكن تضيفي نص معلقة صغيرة من الزعتر او البهارات الإيطالية حسب ما تحبي. هنقلبهم مع بعض كده، وبعد كده هنتبل بيها الفراخ وش والظهر كده. هنرش عليها التوابل، وهنبدأ ان احنا ندلكهم فيها كده ونسيبها ترتاح نص ساعة كده قبل ما نبدأ ان احنا نسويها. في طاسة بقى على النار هنحط مكعب من الزبدة وشوية من الزيت. اول ما يسيح معايا هبدأ انزل بقى الفراخ قطعة قطعة. مش هنحطهم فوق بعض، لا احنا هنسويهم كده جنب بعض على نار متوسطة. وممكن لو الفراخ بتاعتك مقطعاها كبيرة شوية تهدي النار شوية كده وتغطيها لحد ما تنزل ميتها وكمان تشرب المية بتاعتها وتبدأ تاخد اللون اللي انت شايفاه كده، وبعدين تقلبيه الناحية التانية نفس الكلام برضو. اول ما ياخد اللون من الناحيتين هنبدأ ان احنا نطلعها بقى في اي طبق بره، وهنكمل بقى بقية الوصفة بتاعتنا في نفس الطاسة بنفس الزيت بنفس المكونات الموجودة. هننزل بقى ببصلاية متقطعة على ايديكي كده او بمفرومة حسب ما تحبي. هتقلبيها، هتبدأي انك تقلبيها كده تقليبة لحد بس ايه ما تبدأ تصفر معاكي. هنا لو لقيتي بقى اي حاجة محروقة كده حاولي تطلعيها بالمعلقة. اول ما تبدأ تصفر كده معاكي هتنزلي ب3 فصوص من الثوم المفروم وهتقلبيهم مع البصل. اول ما تشمي ريحتهم هتنزلي بقى بالمشروم بتاعك. المشروم بقى سواء الفريش او المعلب هتنزلي بيه زي ما انت شايفة كده وحسب الكمية اللي انت هتستخدميها، وتبدأي ان انت تقلبيها مع البصل والثوم لحد ما يبدأ يدبل كده معاكي حوالي 10 دقايق كده او حاجة. هتبقى نار متوسطة وهتنزلي عليها بقى اول ما تدبل معاكي هتنزلي عليها بمعلقة من الدقيق. هتبدأي تقلبيها مع المشروم لحد ما يختفي الدقيق معاكي، وبعد كده هتنزلي بلتر من الحليب البارد. انا هنا الكمية اللي انا بستخدمها دي على كيس من المكرونة، يعني نص كيلو من المكرونة. هننزل باللتر من الحليب البارد، وهننزل بمعلقتين من القشطة او معلقتين من الكريمة اللباني، ومع ملح بقى معلقة صغيرة من الملح والفلفل. وهنا ممكن تستبدلي برضو الكريمة اللباني مع والجبنة الموزاريلا. دي جبنة موزاريلا اللي انتي شايفاها دي، ممكن تستبدليهم بقى بكريمة طهي عادي. اول بقى ما اللبن يغلي معاكي مع المشروم هتنزلي بقى بالمكرونه اللي انت سلقاها نص سوا وهتقلبيها، وهتاخدي كوبايه من ميه سلق المكرونه هتنزلي بيها على المكرونه. هتاخديها تقليبه كده وتبداي بقى ان انت تبشري عليها جبنه برمجان او جبنه موزاريلا او جبنه رومي، او تحطيهم كلهم حسب ما تحبي بقى. انا هنا ببشر الجبنة على الوش، وبعد كده وهي سخنة زي ما هي كده هتغطي دقيقة واحدة بالظبط او اقل من دقيقة كمان مجرد ما الجبن تسيح معاكي، وبس كده. لو وصلت لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب. شكرا وبألف هنا وشفا.